ذات صباح وبينما كان الطلاب في مدارسهم، عاد هذا الطفل باكراً من المدرسة ليفاجئ أمه بورقة من معلمته. أخذت الأم تلك الورقة ثم قالت: يقولون لي أن طفلك هذا عبقري، وليس لدينا مدرسون أكفاء، لذلك يرجى تعليمه بنفسك. لم يمض وقت طويل حتى توفيت والدته، ولا زالت كلماتها تراود ذاكرته. كبر الطفل وأصبح من أعظم المخترعين في العالم، ألا وهو توماس أديسون. ذات يوم وبينما كان يقلب ذكرياته في خزانة أمه القديمة، وجد رسالة المعلمة التي أرسلتها لأمه في ذلك الحين. وهنا جاءت المفاجأة، حيث كتب فيها أن ابنك هذا ضعيف الفهم، ولن نسمح له بأن يكمل دراسته في هذه المدرسة. تأثر توماس كثيراً وهو يقرأ الرسالة، ثم كتب بمذكراته: كنت ضعيف الفهم، لكن أمي حولتني إلى عبقري القرن. تلك هي الأم. حينما يفقد العالم يقينه بك ويبتعد عنك الأصدقاء، تبقى وحدها، وطناً يحميك، إيماناً يتجدد في قلبك، ونوراً يرشدك إذا ضللت الطريق. في عيدك أمي، كل عام وأنتِ بأفضل حال.